مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض، هنخزن القلقاس من غير ما تغسليه. طريقة سهلة المرة دي، طريقة تنجز معاكي. هيبقى عندك في اي وقت تحتاجيه زي ما انت شايفة. دول حوالي 2 كيلو ونص. بصي عملوا 3 اكياس معايا، ودول طبعا حسب احتياجك انتي. طريقة سهلة خالص هتعتمديها على طول. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. طبعا انا جايباها صغيره اهي زي ما انت شايفه، مش جايباها كبيره قوي على اساس اتحكم فيها. حتى لو كبيره عادي. اول حاجه هشيل القشره دي، تترمى طبعا. وبعدين اعمل الاساس من تحت زي قاعده بالشكل ده، وابتدي اوقفها تقف معايا بمنتهى السهوله، واقشرها بالشكل دوت. بصي معلش عشان الصوت. وهو قطعته كله بالشكل دوت، قطعته كله بالشكل دوت. انا مش جايبه ياما، دول حوالي 2 كيلو ونص. يعني مش شرط اما تيجي تخزني بقى تخزني بكميه كبيره. وطبعا الايام دي زي ما انت شايفه غلا وكده. هو كمان عشان وقتك ما تضيعوش كله في حاجه واحده، تستفادي ببقيه اليوم. اكون جايبه منديل مطبخ عادي، واروح مسحه السكينه بتاعتي كده اهوت، عشان ايديكي وعشان السكينه ما تعملش طبقه. نفس الحكايه اهي، هقطعها كلها بالشكل دوت. وهو بعد ما قطعته كله بالشكل دوت، طبعا هقطع بقيه الكميه لسه ما كملتهاش، بس قلت اوريكم ديت. هبتدي اقطعها حلقات عادي خالص، طوليه بالشكل دوت. انت بقى تتحكمي في القطعه اللي انت عايزاها كبيره عايزاها صغيره، انت بتتحكمي. انا بحبها وسط كده اهوت. بالطريقه دي كده اهو عايزاها. اقطع معاك واحده تانية لو لقيتيها كبيره، اقسميها 2 كده اهو. اقطع معاك واحده تانية. كله بقى مع بعض كده اهوت، مش هياخد منك وقت خالص. معلش برضه عشان الصوت. وبايدك كده وتضغطي. وهو كله بعد ما قطعت الكميه بتاعتي بالشكل دوت، طبعا زي ما قلت لك بالحجم اللي انت عايزاه. ابتدي بقى احطه كله في الطبق بتاعي. احط الكميه بتاعتي كلها. ابتدي بقى انضف السلق بتاعي. لسه دي ما كانتش اتعملت، لا معموله اهي، ما كانتش متفككه عن بعضها. عادي لو لقيتي واحده مش معموله او كبيره، ممكن بالسكينه تروحي مكملاها كده اهو. احط كله بالكميه دي كده اهو. وهو بعد ما تقطع بالشكل دوت، ما اجيبش ناحيته ميه خالص. تكون البوله بتاعتي نضيفه زي ما انت شايفه. ابتدي اراجع لو في مثلا واحده كبيره زي كده اهو، اقطعها 2 زي ما انت شايفه. ناشف معايا خالص، المسام بتاعته مقفوله. قبل كده عملته بالغسيل، المره دي هجربه معاكم من غير ما نغسله خالص. كل اللي هعمله هجيب فوطه مطبخ معايا دي مخصصاها للمطبخ. وابتدي انا طبعا هو نشف، بس برضو هتاكد حبه بحبه كده اهو، شويه شويه، يعني انزل بيهم وامسحهم كويس.
امسحهم كويس. ليمونه واحده، ليمونه واحده زي ما انت شايفه كده اهوت. هبتدي اعصرها كده اهو. اللي هيسالني يقول لي الليمون هيمرر، لا انا مش هحط القشر، مش هحط القشر خالص. انا هي ميه الليمون وليمونه واحده مش كتير. الليمون ده بيمنع اللزوجه، الليمون ده بيمنع اللزوجه. هبتدي بقى اقلبه كله كده مع بعض. اكون محضره الاكياس بتاعتي، احطه في الاكياس دلوقتي. وزعت الليمونه كلها على الطبق واهو. ابتدي بقى احط الكميه اللي انا عايزاها زي ما انت عايزه. الطبخه بتاعتك انت اللي تقدري تحدديها. كنت اعملهم على 3 اكياس، كنت اعملهم على كيسين. اكمل كل الكميه بتاعتي بالطريقه دي. واهو خلصت الكميه اللي انا عايزاها. افرغ الهواء. اعمله بالطريقه دي. طريقه سهله من غير غسيل ومن غير اي حاجه. ما تخافيش خالص وتقلقي ولا تقولي لا الطريقه دي مش حلوه. زي ما انت شايفه الفه كده اهو. عملوا معايا 3 اكياس دول زي ما قلت لك. 2 كيلو ونص اهو. انا كده اهو عملت السلق معاكم. طريقه سهله خالص، مخدتش مني وقت. دلوقتي ابتدي اعمل معاكم السلق.